هذه قناتي بشرى إسبانيا. مرحبا بكم، ما تنسونيش من لايك والاشتراك وبارطاجيو الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله المتابعين الأوفياء، نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى تتابعوني على قناتي بشرى إسبانيا، دائما نشارك معكم وصفاتي السهلة والبسيطة على قناتي المتنوعة، فيها فلوغات، فيها حيل وأفكار، فيها الطبخ. بغيت نشارك معكم اليوم نوع من حلويات العيد ان شاء الله باذن الله. عواشكم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد مسبقا لجميع المتابعين والمشاهدين اللي كيشاهدوني على القناه، وفقكم الله جميعا. بغيت نشارك معكم هذه محبوبه الجماهير، وتكون قناتي حتى هي محبوبه الجماهير ان شاء الله باذن الله. هاد الحليوه اللي غنيه عن التعريف، اللي الوالدين ديالنا علموها لنا، دائما كنا نجبروها موجوده في البيت. اي بيت مغربي عتلقى فيه هاد الحلوى ما شاء الله، كتجي بنينه وهشيشه ورائعه بمقادير سهله وبسيطه. قلت علاش لا ما نشاركش مع المتابعين ديالي، حيت الطبخ راه هوايه. سبحان الله العظيم، الطبخ راه فن اللي ما فيهش الصبر وما فيهش ما عندوش الخاطر ما يقدرش يعدل شي حاجه. يقول لك نبقى واقف انا على الحاجه نعدلها، نمشي نشري كيلو ولا 2 كيلو نعطيه لولادي. ما عرفش راه داكشي اللي كيعلم الاطفال واللي كيوكل الاطفال داكشي ديال على برا ما كتعرفوش مناش مصنوع ومناش معجون. والله ما نعمل نص كيلو على الطريقه اللي ديالي ونعرف شنو فيها والمقادير، ولا نبقى نشري ونعطي لوليداتي اي حاجه من الزنقه. هذه الماكله الزنقه ماشي صحيه، غير الا اقتضى الحال واقتضت الضروره. شحال من مره وقفنا على الحلوى حنا بيدنا شريناها، كنجبروا الزنجلان فيه الحجار، كنجبروا بزاف ديال الحاجات في الحلوى. والله ما نعمل حاجه بسيطه وخفيفه ظريفه نقدمها لوليداتي. الله يرزقنا غير الصحه والعافيه والهناء يا رب الحبيب. ونتمنى تشاركوني في هذا الفيديو وتشوفوا حتى الاخير. صراحة كتجي رائعة غنية عن التعريف، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. نتمنى تجربوها وما تنسونيش من لايك والاشتراك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء والاحباب. موفقين جميعا ان شاء الله باذن الله. انا نشارك معكم وحيده شحال ما زادت بردت، شحال ما كتزيد ترطب. يا سلام يا سلام، كتزيد تهشاش شحال ما طوالت المده ديالها وكتزيد تبنان. نتمنى تجربوها وما تنسونيش من اللايك والاشتراك. دمتم في رعاية الله، وخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. مقادير الحلوى ديال ريشبوند، الحلوى ديال زمان، كتجي رائعة وهشيشة وبنينة بمقادير بسيطة جدا، يعني ما يستغناش عليها البيت المغربي، ضروري تكون موجودة في أي بيت. نشارك معكم مقادير مضبوطة إن شاء الله والطريقة ديال التحضير. عندي هنايا 3 البيض بحرارة المطبخ، عندي 2 ملاعق ديال الحليب بودرة، اللي ما عندوش يقدر يعوضو بمايزينا، قبصة ملح ضروري لتصحيح الذوق، خمارة ديال الحلوى عندي هنا 15 غرام، واحد 2 ساشيات د لافاني، كاس الزيت ديال العنبه، وكاس السكر كذلك. بالنسبه للدقيق انا نعبر بالكاس كذلك، حيت فضلت كنشارك معكم مقادير بالكاس، حيت الكاس موجود عند اي واحد في البيت. نبدا معكم بسم الله على بركه الله. غنديروا البيض ديالنا، غنضيفوا السكر، كاس سكر، كاس من الزيت، ورشه ديال الملح. اما كتعملوهم في الخلاط الكهربائي وتطحنوهم جيدا، اما كتخدموهم بيدكم مزيان. نتمنى تجربوها، طريقه سهله وبسيطه، وما تنسونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج. لافاني كذلك 2 ديال الساشيات، الحليب بودره كذلك، وغنجمع الخليط ديالي. والدقيق انا نعبر معكم بنفس الكاس اللي عبرت به الزيت والسكر باش تكون المقادير مضبوطه ان شاء الله باذن الله. هكذا على هذا الشكل كتحركوا حركوا جيدا. واللي عنده قشور البرتقال ولا الليمون كيجيو رائعين كذلك، انا ما توفر ليش باش ضيفت لافاني، كيعطي واحد النكهه يا سلام يا سلام. الا ما طحنتوش خدموه جيدا، يعني كتخلطوا الخليط جيدا باش كيطلع معكم العجينه رائعه.
العجينه على هذا الشكل خصها تكون لينه، ما تكونش قاصحه، تكون رطبه معكم. انا الخليط استوعب لي 5 الكؤوس، يعني بهذا الشكل هاك، على هذا الشكل تعميره ممسوحه هكذا. 5 الكؤوس ونصف كأس العنبة. عندكم ديروا كيسان صغارين وما تخرجش معاكم. كأس العنبة راه معروف ديال اتاي، يعني العبار ديالو معروف والحمد لله متوفر في كل بيت، وعلى حسب نوعيه البيض واش الحجم كبير ولا صغير، هذه كتبقاو نتوما عاوتاني تردوا البال. المهم العجينه ديالكم ما تجيش قاصحه، ما تجيش جاريه، تكون لينه على هذا الشكل. كنبداو نشكلوها كويرات صغيورين. الا كنتو غتلصقوهم ديروهم كويرات صغار، ولا كنتو ما يلتصقوش كديروا كواره يعني تكون معوطه. كنبداو كنشكلوهم على هذا الشكل كويرات صغيره. ما شاء الله باقيين عايزين ينتفخوا ويكبروا وبعدهم عن بعض، ما تلصقوهمش. ما شاء الله. هاد الحلوى كانت الوالده دائما كل عيد تجبر عنا في الدار. هاد الحلوى كانت عنا سبحان الله العظيم. الله شافي الامهات جميع المسلمين، والله يطولوا في العمر، واللي ميت الله يرحمه ويدخل عليه الرحمه والمغفره. الوالدين ما كيتعوضوش سبحان الله ما شاء الله. والذكريات كتبقى دائما، الانسان كيتذكر الوالدين ديالو باي حاجه. نتمناو الشفاء العاجل لكل المرضى يا رب. على هذا الشكل كنساليو اللاطه ديالنا. الفران عندي مشعول من قبل من تحت، من كطيب من تحت كنشعل للفوق. والحمد لله شكون فينا ما كيتذكرش ايام الزمن الجميل والحلويات الزمن الجميل. منها هذه حلوه ديال الكوك، منها حلوه كانت كتجي طبقات بالشوكولا، كذلك طبقه بيضاء وطبقه بالشوكولاط، كيعملوها بالكونفيتير كذلك، والكوك الفقات، يعني حلويات عديده. وسبحان الله هذه الحلوى هذه يعني تشهى تاكلها دائما. انا كنفضل حلويات ديال اللوز والكعاب، وسبحان الله العظيم هذه بنينه وما كتخطاش اي منزل مغربي. نتمنى تشجعوني وتدعموني وما تنسونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج. موفقين منورين مشعشعين جميعا. هكذا على هذا الشكل خارج لي الخليط ديالي جوج الليطان تبارك الله ما شاء الله. خليكم مع الفيديو حتى النهايه وبالصحه والراحه. كما كتلاحظوا معايا طابت من التحت بدات كتحمر، شفت من الجوانب تحمرت، شعلت عليها من الفوق. شوف تبارك الله ما شاء الله شحال زاد الحجم ديالها. ويا هذه الحلوى ديالنا مني طابت معانا، حلوى ديال ريشموند يا سلام كطيب على هذا الشكل. كتخليوها حتى كتبرد وكتوجدوا ميميلاده ديالكم والكوك باش كنفندوها. كتجي رائعه شحال هشيشه عرفتي خفيفه جات. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك دائما. كنأكد عليكم متابعين الاوفياء موفقين جميعا ان شاء الله. هنا كتوجدوا السيرو ديالكم ولا من ميلاده. انا قلت لكم كتضيفوا لها 4 المعالق حتى ل5 من الماء الزهر، ولا ما توفرش انا غنضيف لها غير الماء وندير على البوطه حتى تغلي وتعاود ويولي سائل معنا الخليط. والكوك هو هذا اللي غنفندو فيه. يعني الطريقه سهله ومبسطه الحق، تجي الحلوى بنينه بنينه. ميميلاده ديالنا ولا كونفيتوره هي هذه. انا استعمل ديال الاكل كيكونوا فيها هذيك الطروفه. في المغرب كاينه متوفره ديال الحلوى خاصه ديال الحلوى. جيت لي لو طحنتها كتولي سائله كذلك. اللي يدخل القناه ديالي ان شاء الله حتى حاجه ما تحرق. ماشي ما عندناش كونفيتير ديال الحلوى ما نعدلوش محبوبات الجماهير. انا ميكسيته بالميكسور جيدا حتى ولا على هذا الشكل سائل. واللي عنده ميميلاده لايت بلا سكر يضيف لها السكر ويخليها تغلي، يعني كلشي ممكن. وديك المذاق سبحان الله ديال الكونفيتور كيجي رائع فيها. نبداو بسم الله على بركه الله. كمع الخليط سخون والحلوى بردت غنديروها في كونفيتور ونفندوها في جوز الهند في الكوك هكذا على هذا الشكل. وغنلصقوا وحده لوحده وعاد غنحطوها في الكوك. عندك تمشيو تحطوها هكا مفسوخه سويلته ويلصق فيها الكوك راه ما تلصق لكمش. شوفوا معايا الفكره. غنهز وحده وحده غنحطها الوجه ديالها الاسفل وغنحط اخرى فوق منها
وعاد غنفند في الكوك على هذا الشكل. متابعي الاوفياء غنضغط عليها وديك الساعه غنكورها كامله في الكوك. الامور واضحه الحمد لله. على هذا الشكل كنستمروا كنفندوها جيدا هكا دوبلاده. كنوجدوا واحد البلاطو وكنحطوه فيها. تبارك الله ما شاء الله الاطفال ديالي كيحماقوا عليها، عندهم عزيزه بزاف هاد الحلوى هي والفقاس. الله يحفظ وليدات الجميع، واللي ما عندوش الله يرزقه يا رب في هاد الايام المباركه وفي هذا 10 ذو الحجه. الله يرزق كل عقيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. انا عندي في 6 ب6 هكذا كنشمخو مزيان في هذا الخليط ونستمروا بنفس الطريقه. وركزوا معايا على الطريقه هكذا كما كتلاحظوا معايا. وديك الساعات كنبقى نهز القرص الاخر وكنضيفه من الفوق هكذا. عاد كنفند في الكوك مزيان باش كتلصق معكم وضغطوا عليها هكا شويه، ما تخافوش منها. وملي كيكون ديك الخليط الكونفيتير سخون كيتشرب وكتجي هشيشه ما شاء الله وبنينه سبحان الله. ديك البنه كترجع فيها رائعه جدا. هكذا كنبقاو نفندو مزيان. نشوفوا الكوك قلال عاود نزيدوا الكوكو. هي تحمرت معايا شويه، هي من الاحسن تبقى بيضه على هذا الشكل، ويني ماشي مشكل. هكا رائعه جدا. تلهيت شويه في شغل اخر وتحمرت لي شويه. وكما شفتوا في العيد الصغير ما شاركت معكم والو للظروف. نتوما كتعرفوا ملي كيكون حد عزيز عليكم ومريض يعني ما كتبقى عندك لا قناه لا حتى حاجه، ما عملت حتى حاجه للوليدات صراحه. يعني اجواء العيد كانت ما الحمد لله والشكر لله على كل حال. وشكرا لكل كيسول فيا وكيسقسي على الام ديالي. دابا راه شويه الحمد لله حال احسن من حال. الله يجيب ربي الشفاء للجميع وجزاكم الله خير الجزاء. وهذا العيد قلت علاش لا ما نشاركش مع المتابعين ديالي شكيلات ديال العيد مبسطه ورائعه جدا. وكنستمروا على هذا الشكل حتى كنساليو الريشبون ديالنا كامل وكنقدموه بالصحه والراحه.